يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنحكي عن فنانة متسلطة، اصولها لبنانية، لكن فعلا كانت المرأة الحديدية، اي ست تتمنى تكون مكانها. هي الفنانة علوية جميل. اتولدت في 15 سبتمبر 1910 بقرية طماي الزهايرة بالدقهلية، نفس بلد ومسقط رأس أم كلثوم. لقبت بالمرأة المتسلطة وحماة السينما المصرية ورائدة المسرح بسبب أدوارها. وكانت علوية من وهي صغيرة كانت بتطلع مسرح المدرسة الفرنسية اللي التحقت بيها، وقدمت كتير من العروض المسرحية، واتشهرت في مدرستها بمدموزيل جان دارك لأنها نجحت جدا في تجسيد الشخصية دي وهي مناضلة فرنسية، وأتقنت دورها جدا لدرجة إن كل زمايلها ما كانوش بينادوا لها إلا مدموزيل جان دارك. لكن للأسف لما كان عمرها 12 سنة فوجئت بقرار والدتها، قالت لها أنت تقعدي في البيت وتتجوزي، والفعل جوزتها وهي عندها 13 سنة بالظبط، وأنجبت من جوزها الأولاني 3 أطفال. لكن لما انفصلت علوية جميلة عن زوجها الأول قررت إنها تنضم لفرقة رمسيس مع الفنان الراحل يوسف وهبي، اللي هو قال لها على اسمها ده، لأن هي كان أصلا اسمها أليسا باط، لكن غيرت اسمها وبقى اسمها علوية جميل اللي أطلقوا عليها يوسف وهبي. وانضمت بعد كده للفرقة القومية وقدمت مسرحيات مهمة جدا. وسنة 1930 اتجهت للسينما وظهرت في فيلم زينب، وبعد كده من السينما للتلفزيون، وفعلا كانت مبدعة جدا في دور المرأة المتسلطة. وعلى فكرة علوية جميل ما كانتش تختلف كتير بالحقيقة، لأنها كانت أشد صرامة على ولادها ورا الكاميرا، يعني كانت فعلا أم متسلطة جدا، ما كانش حد يجرؤ إن هو يخالف أوامرها. وعلوية جميل بتحكي عن لسانها انها كانت بتحب محمود المليجي، لكن ما اعترفتلوش خالص انها بتحبه. لكن لما عرفت ان والدته توفت راحت باعت ذهبها وادته الفلوس بتاعه الذهب علشان يروح يودع والدته. ومن اليوم ده ومن الموقف ده قرر المليجي ان يعترف لعلوية جميل بحبه، وفعلا اعترف لها بحبه وقرروا ان هما يتجوزوا. ورغم حب علوية جميل للفنان محمود المليجي الشديد جدا، إلا إنها كانت بتعامله بشدة ونجحت في ترويضه، فقعد ما رفضلهاش طلب طول مدة حياتهم مع بعض، وكانت بتمنعه إن هو يجيب أصدقائه في البيت، وأجبرته كمان على تطليق زوجاته، منهم مثلا درية أحمد اللي أجبرته إن هو يطلقها. لا ومش بس كده، قالت لإسماعيل ياسين إن هو كمان يطردها من فرقته. وعلى فكرة درية أحمد هي والدة الفنانة سهير رمزي. ومن جبروتها لما كانت بتشوفه بيعامل واحدة بلطف أو بينهم علاقة كويسة، يا دوبك لازم يا إما تطردها من الفرقة يا إما تقوله اقطع علاقتك بيها من غير سبب. كانت جبروت. لكن المفاجأة اللي كشفتها الفنانة سناء يونس عانس السينما المصرية بعد وفاة علوية جميل إنها كانت زوجة لمحمود المليجي، لكن كانت في السر، ورفضت انها حتى تطلب ورثها بعد ما هو مات عشان ما تجرحش شعور علوية جميل. وده كله كان إخلاص للفنان محمود المليجي، لأنها وعدته إنها هتفضل طول ما هي عايشة كاتمة السر ده. وعلوية جميل قدمت كتير من الأدوار المليئة بالقوة والجبروت، وفعلا كانت المرأة الحديدية. ومش بس كده، ده كانت بتظهر في دور الحما الشريرة، مفيش دور ليها على الشاشة لما تشوفيها تكرهيها وتخافي منها، فعلا كانت جبروت. ورحلت الفنانة علوية جميل عن عالمنا في 16 أغسطس 1994، وشيعت جنازتها من كنيسة المورنة بمصر الجديدة دون حضور أي شخصية فنية، ما مشاش وراها أي حد خالص، واقتصرت على حضور قرايبها من أفراد العائلة. رحم الله الفنانة علوية جميل. يا ريت اللي تابعني لآخر الفيديو ما ينساش اللايك والاشتراك بالقناة. بشكركم جدا وباي باي.